أحب عمري وأعشق الحياة، وساعات ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحياة. أحب كل الناس وأتملي إحساس، أحب كل الناس وأتملي إحساس، وأحس جوايا بميت نغم، ميت نغم يملوا السكان. ساعات 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 أحب عمري وأعشق. يا مساء الخير عليكم يا أمارات، يا رب كلكم تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. اولا سعيدة جدا جدا بالاشتراكات الجديدة اللي في القناة، وكمان سعيدة اكتر بالكومنتس الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي، بجد بحبكم جدا من قلبي. واتمنى طبعا القناة تكبر بيكم ومعاكم. ويلا بينا بقى على كيكة الشتاء او كيكة البرتقال اللي احنا دايما بنعشقها في الوقت ده، مع كوباية الشاي بلبن او كوباية شاي سادة، بجد طعم فظيع. اول حاجة عندي 3 بيضات، كوباية من اللبن، كوباية ربع من السكر، ربع كوباية من الزيت، وكمان معلقتين من البيكنج باودر، وبشر برتقان بقى زي ما تكتري بتحبي بقى، يعني زودي زي ما انت عايزة. هنضرب اول حاجة طبعا البيض والسكر لحد ما اللون بتاعهم الحلو كده يفتح قوي قوي كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بالزيت وبشر البرتقان، هديها ضربتين مش اكتر. وبعد كده هجيب بقى الدقيق عندي كوبايتين من الدقيق، وكمان عليهم رشة الملح ما تنسوهاش ضروري، وكمان البيكنج باودر. هنزل بقى بعد كده بالمواد السائلة كلها، سواء البيض او اللبن. هقلب التقليبة بتاعتنا اللي اسمها بقى ايه فولدنج اللي انا بعمل ايه السباتشولا من تحت لفوق علشان ما هبطش البيض. اهم حاجة عندي البيض ما يهبطش عشان الكيكة تطلع هشة وحلوة كده وتبقى ايه لذيذة وحلوة، عشان طبعا تعبنا ما يروحش على الفاضي. وبقلب بقى زي ما قلت لك من تحت لفوق. طبعا انا مسرعه اوريدي الفيديو، بس بالراحه انت بقى كده وعلى مهلك كده وبرواقه عشان تطلع حلوه وجميله. الاول انا زودت نص كوبايه من اللبن عشان كنت حاسه انها ممكن تبقى يعني كتير عليها السوائل، بس لقيتها ظبطت مع كوبايه اللبن، فده المقدار بتاعنا وظبطي على كده. بالنسبه بقى للفرن طبعا انت عارفه تحطي في الرف الوسطاني، وكمان بنهدي الاول بنعلي النار لمده دقيقه، وبعد كده ابدا اهدي بقى النار كده. وبعد كده بسيبها بقى تستوي على مهلها. اي قالب بقى عندك زي ما تحبي. طبعا انا بحب القوالب المستطيله اللي عندي دي، وبحب اشتغل فيها اكتر وقت لانها بتنجز معايا اكتر. بس وبنطلعها بقى من الفرن. عايزه اقول لكم بالف هنا والف شفا، وان شاء الله يا رب كده تستمتعوا بالفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.